كل سنة وانتوا طيبين، خلاص العيد بيقرب. بس ما سألتش نفسك وانت ماسك الريموت وبتقلب من مسلسل للتاني، الممثلين دول قبضوا كام علشان يطلوا علينا في شهر رمضان؟ ويا ترى مين صاحب أعلى أجر في السباق الرمضاني؟ محمد رمضان لسه نمبر 1 ولا حد لطش اللقب منه؟ أنا ماريا مجدي ويلا بينا نعرف كل ده في الفيديو ده. كلنا بنستنى رمضان من السنة للسنة، والممثلين في الحكاية دي بالذات ليهم وضع خاص لأن ده الموسم بتاعهم، والواحد منهم ممكن يقعد يشتغل طول السنة علشان مسلسله ينزلك في رمضان. وهنا بقى الشركات بتتسابق علشان تفوز بالمسلسل اللي هيجيب أعلى مشاهدات ويحقق أعلى الأرباح، فيعملوا إيه؟ يدوروا على النجم اللي هيعلم مع الجمهور، وده بيضرب أجور الممثلين في السماء. واللي حصل السنة دي أكبر دليل. تقارير كتير حاولت تعرف نجوم مسلسلات رمضان 2023 قبضوا كام، والبداية كانت من محمد رمضان اللي كلنا مسحولين معاه وهو بيدور على ابنه سيف. محمد رمضان واخد في مسلسل جعفر العمدة 45 مليون جنيه، وده كان نفس أجره في مسلسل موسى ومسلسل المشوار. يعني لو قلنا المسلسل 30 حلقة يبقى الحلقة واقفة ب1,500,000 جنيه. وفي المركز الثاني بيجي خالد النبوي اللي قدم لنا مسلسله المثير للجدل رسالة الإمام، علشان يطلع بدور الإمام الشافعي قبض 35 مليون جنيه. أما المركز الثالث فكان من نصيب أمير كرارة في مسلسل سوق الكانتو، وأجره وصل ل 33 مليون جنيه مقارنة ب 28 مليون جنيه في مسلسل العائدون رمضان 2022. وبعد كده يجي مين؟ مصطفى شعبان اللي قبض 30 مليون جنيه عن دوره في مسلسل بابا المجال، وده أعلى من أجره السنة اللي فاتت في مسلسل دايما عامر واللي كان قيمته 22 مليون جنيه بس. وفي المركز الرابع حمادة هلال في الموسم الجديد من مسلسل المداح علشان يوصل أجره ل 26 مليون جنيه. وبعدهم أحمد مكي في المركز الخامس عن دوره في الكبير قوي الجزء السابع لأن أجره 25 مليون جنيه، وهو أعلى من اللي أخده في مسلسل الكبير قوي الجزء السادس بقيمة 18 مليون. وفي المركز السادس الفنان ياسر جلال في بطولة مسلسل علاقة مشروعة اللي وصل ل 20 مليون جنيه. وأخيراً حصلت الفنانة منى شلبي على 17 مليون عن دورها في مسلسل تغيير جو. وطبعاً أجور الفنانين مش في المسلسلات بس، انت ناسي الإعلانات، دي قصة تانية خالص. وانت شايف أكبر الشركات معتمدة على الممثلين في إعلاناتها السنة دي. فقولولنا بقى انتوا ايه رأيكم في أجور الممثلين؟ وهل الأرقام دي طبيعية؟ خصوصاً يعني لو قارناها بأجور الممثلين بره، ولا دي أرقام كبيرة وملهاش داعي إن هي تكون مبالغ فيها قوي كده؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.